تمطر عليه وانا نايمه. وانت نايمه؟ ايه تصب عليه. الا وقعتي ليش؟ شو اسوي لها؟ طلعت عليه اموت وياها. تموتين وياها؟ اي. واي شلون ما ادري. وانت لا عندك امكانيه تسوين؟ كل شيء ماكو. هذا عمري. هذا عمر قضيته بشيل على القلب. من العمر 58 عام اللي عايشة وحيدة فريدة، ما إلها غير بس الله بهذا المكان اللي ما يتجاوز مساحته عم منتظر حوالي 20 متر إلى 25 متر، يعني مسيج بهذا السياج اللي ارتفاعه يمكن 1.5 متر. خاشين شو حتى بيبان ما عندك؟ اي والله ما عندي. ليش؟ ما ضاعت كل بيبان. ما تشترين؟ ما عندي والله. شنو ما عندك ليه؟ ما عندي كل شيء ما عندي. ما عندك رعاية يقول؟ ب100,000 ما تكفي. ما تكفي؟ اي. أبد؟ أبد. شنو ما لا ولد لا؟ كل شيء ماكو. لا ولد ولا ولد. وهذا عمرك؟ هذا عمري. ما تخافين وحدك بالليل؟ لا ما اخاف. حياتها انه خلصتها بالضيم والالم وغيرها، يعني هاي مترمله من 10 15 سنه وحدها، هي وحيده عايشه وحيده. زين. من ما اعرف منو يداريها، من يعطيها علاجها، من ينطيها مثلا اكلها، من يطبخ لها. الان هذا المكان متهالك. يعني هسه لو تشوف هسه هذا السياج نعم. عباره عن حجرات، يعني حجر مجمع، حجر وطين وكذا الى اخره. زين. الغرفه هاي تخر عليها الان هسه. نعم. هاي راح تشوفون ان شاء الله بالصوره. المطبخ ماكو شيء اسمه مطبخ، ماكو شيء اسمه يعني حمام، ماكو ما اي مقومات الحياه ما عندها. يعني اتمنى، انا مشكله ما اتحمل. نسأل الله انه يوفقنا او يوفقكم انتم. تعالوا شوفوها، تعالوا شوفوا الحاله هاي. حالات عجيبه غريبه. الحجيه ام زينب، ومثل ما وضح العم ابو منتظر، يعني وضح يرثى له عمي ابو منتظر لا بيت لا سياج لا مقومات حياه، ما تملك اي شيء، مجرد هال100,000 هاي الرعايه لشراء علاجها الشهري. فان شاء الله انتم اخوتنا الناس الطيبين، الناس الغياره، الناس اهل النخوه، ما راح تقصرون تجاههم زينب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.